السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة تفاصيل صغيرة. قد تحسم المباريات بالتفاصيل الصغيرة، وقد تحسم البطولات بالتفاصيل الصغيرة. نبدأ حلقة اليوم. الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة قد يحسم المباريات الكبيرة. هدف الوحدة على النصر في نصف نهائي كأس الملك، الهدف اللي تأهل به فريق الوحدة، وضاع حلم رونالدو بأنه يحقق أول بطولة مع فريق النصر، وضاع حلم الكثير من المشجعين مع الاحترام طبعا لفريق الوحدة أنه النهائي يجمع ما بين الهلال والنصر. طيب نشوف إيه سبب الهدف من ركلة ركنية، لكن سبب الهدف بدأ من هذه اللقطة، من إبعاد لاعب النصر للكرة. ذكرنا في الكثير من الحلقات السابقة إنه إبعاد المدافع للكرة يجب أن يدرس، وده دور محلل الأداء. الإبعاد دائما بيكون في المدى المنظور، ما بتبعد الكرة وإنت ما شايفها وين. الآن خيارات هذا اللاعب إنه كان يخرجها في الكورنر، كان يخرجها أمامه في الاتجاه الأمامي بالنسبة له، على الأقل هو شايف اللاعب وشايف الوضع اللي أمامه، لكن ما بتخرج الكرة في اتجاه الميدان. وهنا بدأت قصة الهدف ما قصته بدأت في عدم التفاهم بين حارس المرمى واللاعب الثاني. الهدف قصته بدأت من هذا الإخراج، وده دور محلل الأداء. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نمر على بعض النماذج الشبيهة بهذه اللقطة ونواصل. مباراة السعودية والعراق في خليج 25، هدف العراق الأول من ركلة ركنية، تم عكس الكرة وإخراج خاطئ للاعب المنتخب السعودي. المباراة تمت في ظروف أمطار والكرة ما بتتحرك وكده، لكن الهدف ما عنده علاقة بهذه الظروف. اللاعب كان عنده مسح بصري كامل، يعني ما كان في أي مضايقة زي ما شايفين في الفيديو، وكان ممكن يطلع الكرة في أي خيار. يمكن يطلعها في نفس الاتجاه اللي جات منه الكرة، أو ممكن يطلعها في اتجاه الركلات الركنية، أو ممكن حتى يطلعها باتجاه الزاوية على زاوية راس خط 18، بحيث أنها على الأقل ما ترجع وترتد بصورة مباشرة. أيضا من ضمن أساسيات إبعاد الكرة عمل المسح البصري. أنت في بعض الأحيان بتخرج الكرة لزميلك، لكن زميلك بيكون في خلفه في مهاجم، هو ما شايف هذا المهاجم، فوضعية استلامه للكرة وخلفه المهاجم، هنا نسبة حصول المهاجم على الكرة أكثر من زميلك المدافع. فلذلك لابد من وجود مسح بصري. المسح البصري يشمل الأماكن الفاضية والزملاء المتواجدين وما خلف الزملاء المتواجدين. هنشوف المثالين ديل، مباراة التعاون والرائد، وهدف التعاون أيضا سبب إخراج الكرة من المدافع في وسط الميدان، وانضغط على مدافعي أو لاعبي متوسط الميدان من الخلف. وفي مباراة كرواتيا وهولندا أيضا تم إخراج الكرة من المدافع كتمريرة للاعب الوسط، لكن لاعب الوسط انضغط عليه من لوكا مودريتش على طول، ضغط مباشر، وتم استخلاص الكرة والحصول على ضربة جزاء. انت كمدافع عملت مسح بصري، شايف اللاعب بتاعك لوكا مودريتش خلفه، هو ما شايفه، فما في داعي انك تمرر له الكرة يمكن ان تمرر في اي اتجاه اخر في الاماكن الفارغة. نعم، عند استقبال الكرة او عند اخراج الكرة يفضل بنسبة 90% انك تبدأ بها هجمة، لكن في بعض الاحيان احتمالات الهجمة بتكون اخطر عليك انت في الارتداد. فلذلك اساسيات اخراج الكرة للمدافعين: المسح البصري قبل استلام الكرة، ثم إخراج الكرة إلى الزميل إذا كان الزميل في وضعية مرتاحة ما في ضغط عليه، أو على أقل تقدير إخراج الكرة في المكان الذي لا يمكن الفريق الخصم من بناء
أي هجمة مرتدة. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.